اهلا بيكم في هوانم مع ايمي. من يومين كده كنت في ماشيه سايق العربيه في كوبري اكتوبر، على كوبري اكتوبر، ولقيت هوب عربيتين خبطوا في بعض، الدنيا وقفت كلها. نزل الراجل والست، طلعوا اتنين خبطوا بواحده ست وراجل، خبطوا عربيات بعض. الاتنين قعدوا الحقيقه يتخانقوا، بس الراجل كان صوته اعلى. كان الحقيقه قعد يقول لها اصل انتوا يا ستات ما بتعرفوش تسوقوا. الكلمه دي بتتقال كتير. الست طبعا كان صوتها برضو حن شويه من الراجل، ليه دي بقى الجنس الناعم. الطريق وقف كله، والناس قعدت نزلت من العربيات علشان تهدي الدنيا. امين الشرطه جه عمل محضر عشان كل واحد بيتهم التاني ان هو غلطان، لكن الراجل كان معلق على ان الستات ما بيعرفوش يسوقوا. ودي الجمله الشهيره اللي اي ست وهي بتسوق بتسمعها في مصر. فكرة التنمر بالستات وهي سايقة شيء صعب جدا، برغم ان الراجل ممكن يكون غلطان 100% وهو سايق وبيكسر عليها او داخل بالعكس. بس الغريب بقى في الموضوع يا جماعة، ده اللي لفت انتباهي وده اللي خلاني اعمل حلقة النهاردة. هل الستات فعلا ما بيعرفوش يسوقوا، ولا الستات تفوقوا على الرجالة في سواقة العربيات؟ خاصة ان في دراسات اجنبية اتعملت بتقول ان الست تفوقت على الراجل في قيادة السيارة. هل ده موجود في مصر؟ هل فعلا هي تفوقت في مصر ولا في الدول الأجنبية؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. هل الست تفوقت على الراجل في سواقة العربيات ولا لا؟ الحقيقة زي ما احنا بنقول، الدراسة أو الدراسات الأجنبية اللي بتقول إن الست أمهر من الراجل في سواقة السيارات، هل ده فعلا مظبوط؟ الكلام ده صحيح موجود في مصر؟ قبل ما نخش في دراسات وإحصائيات وأرقام، خليني أتكلم معاكم عن استطلاع رأي كده بسيط. أخدنا آراء الناس على صفحتي على الفيسبوك، وسألت السؤال ده: هل فعلا الست في مصر تفوقت على الراجل في سواقة السيارات؟ تعالوا بينا كده أسمعكم مجموعة من الآراء على صفحة الفيسبوك على السؤال ده. يلا بينا نسمع. الحقيقة بنقول إنه أبو عمار قال إيه بقى على السؤال دوت. قال لك إيه؟ أستاذ أبو عمار قال إنه أكيد يعني الست ما تفوقتش يعني على علا قالت طبعا تفوقت على الراجل بكتير وبتبقى حريصة وهي بتسوق. نورة أنور قالت أكيد. أحمد حجاج قال لحد دلوقتي ما شفتش إلا نوعين: الأول مش بتعرف تسوق أو تركز أو تراعي التزامات المرور الطريق، بس في نفس الوقت عندها ثقة واعتداد يجيبوا جلطة. النوع التاني بقى بيعرف يسوق وبيحس انه بياخد حقه اكتر شوية بحرفة، لدرجة انه اللي بيخض برضو كل اللي او بتحس او يعني اللي هي بتحس لدرجة انها بحرفانة برضو بتجيب جلطة. الاستاذ خالد الشاعر قال مستحيل الست تعرف تسوق. ليه يا استاذ خالد كده؟ هدى حسونه قالت انه اكيد لخبره، ان الخبره بتكون للراجل اكتر وممارسته للسواقه لانه بيتحمل مشقه اكتر في السواقه. الاستاذ مصطفى انديل هلال قال لا، لما بمشيش الست لا تمشي ورا اتوبيس هيئه ولا واحده سايقه. يعني هو ما بيمشيش ورا واحده ولا اتوبيس. كمان تعاملهم في المواقف المفاجئه بطيء جدا. الاستاذ ابو الخير عزيز مصر قال لا طبعا بيضربوا لخمه على طول ما عدا شخصيات قليله جدا. اميره وهبه قالت انتي اهو وانتي بتسوقي هديكي رخصه سواق اتوبيس ليا يعني، ودي صديقه. تعالوا بينا نشوف بقى بعد ما قلنا آراء الناس على الفيسبوك كان آرائهم إيه. الحقيقة في كده بعض الإحصائيات، وأنا بحب دايما أوثق المعلومة بإحصائية.
آخر إصدار من النشرة السنوية لحوادث الطرق الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو 2024 بتتضمن وفيات وإصابات الجانبين أو الجنسين المرأة والراجل، ده خلال 5 سنين، يعني مش السنة دي، خلال 5 سنين في الفترة من 2018 حتى 2022. دي إحصائية عملها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. تعالوا بينا كده نشوف هو ايه. الحقيقة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زي ما قلنا رصد إحصائية مهمة جدا، قال إن إجمالي وفيات وإصابات حوادث الطرق بلغت 369.7 ألف حالة خلال الفترة من 2018 حتى 2022. نصيب الرجالة بقى اللي بيقودوا سيارات من الحوادث دي كان منها 299 ألف بواقع 81% مقارنة بالسيدات. السيدات أخدوا نسبة 19% من إجمالي الإصابات والوفيات خلال 5 سنين. طيب كشف بقى تحليل معدلات الإصابة بين النوعين الراجل والست إنه من بين كل 5 إصابات ذكور بتقع إصابة لأنثى في حوادث الطرق خلال 5 سنوات، بعد ما بلغ إجمالي إصابات الذكور رقم 270,491 حالة مقارنة ب 645 للأنثى بمتوسط شهري 508.4 من حالة إصابة على التوالي خلال 60 شهر. النتائج بقى بتاعت الإحصائية دي أظهرت إيه؟ قالت إن عام 2018 كانت النسبة الأعلى في عدد الإصابات من الجانبين وانخفض في 2021، يعني النسبة الاتنين كانوا عالية جدا في 2018 وانخفضت في 2021. الارتفاع نسبة الوفيات ظهرت أو الحوادث ظهرت مرة تانية وارتفعت في سنة 2022 بنسبة 4% للذكور و6% للإناث. وعن الوفيات بقى حصد النزيف الأسفلت أرواح الرجال بمتوسط شهري 475 حالة وفاة مقابل 103 للمرأة وبمعدل 5 وفيات رجل لكل أنثى. الحقيقة الإحصائية بتاعت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ما وقفتش عند كده أو أرقام وبس، لكن كشفت كمان إن نتائج التحليل إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إصابات للراجل والمرأة خلال فترة المقارنة اللي هي من 2018 ل 2022، وبعد كده تليها محافظة الشرقية وأسيوط للذكور والبحيرة للإناث والقليوبية للراجل وشمال سيناء للمرأة. بعد ما شفنا الإحصائية دي وبرضو إحصائية مش سهلة يعني، خلينا نتكلم كده عن آراء الخبراء. الحقيقة ان الرأي الخبير المروري اللواء احمد عاصم كان ليه رأي في موضوع قيادة الست والراجل. قال لك ايه؟ ان الاتنين اسوأ من بعض. في السواقة الكتير بيفتقدوا الاحساس بالمسؤولية، وقال ان مفيش نسبة محددة او دراسة محددة بتؤكد تفوق الست على الراجل في السواقة. قال كمان ان الراجل بيمتهن القيادة وبيمارسها لفترات طويلة وعلى طرق سريعة وممكن كمان في اوقات ليلية، فده بيخليه برضو عنده مهارة اكتر من الست. كمان وقال لك انه لازم كلنا نلتزم السلامة في قيادة السواقة سواء راجل او ست. طب ايه رأيكم بعد الهري ده كله ودراسات وارقام واراء؟ ايه رأيكم ان في زي ما قلنا في بداية الحلقة ان في دراسات اجنبية بتقول ان الست تفوقت على الراجل في سواقة السيارات؟ فعلا علماء من جامعة نيوكاسل في انجلترا عملوا بحث كبير جدا على شريحة كبيرة، اكدوا تفوق سواقة المرأة على الراجل للسيارات واكبر قدرة على انهم يتخذوا القرار الصحيح وبيتحكموا اكتر في عجلة القيادة واستعادة السيطرة على السيارة وقت الحاجة. ايه التمكن ده؟ بس الكلام ده مش في مصر، يعني ده الكلام ده بره في انجلترا.
طب هنشوف كده يعني حاجة لايف كده، حاجة لايت حلوة جدا، انه اكتر العربيات انواع السيارات اللي بتحبها الست. آه، احنا قلنا ان الدراسة دي اجنبية، يعني الاغلب مش بتنطبق عندنا في مصر. خلينا بقى نتكلم عن حاجة لايت كده، بنقول انه اكتر انواع السيارات اللي بتحبها الستات حول العالم. في ناس بتحب العربيات الصغيرة، في ستات بتحب العربيات الصغيرة علشان تستخدمها في الاماكن الزحمة جدا. مثلا عندنا زي الفيات 500، ميني كوبر، شوفرليه سبورت. طب في سيارات عمليه جدا في الستات بتحبها، زي العربيات العائليه عشان تاخد حجم اكبر، شنطه اكبر اولادها، زي تويوتا كرولا، زي الهوندا سيفيك مثلا. السيارات بقى الفاخره وتصميمها الانيق، في ناس ستات بتحب قوي انها تركب عربيه فاخره انيقه كده، زي المرسيدس، زي البي ام دبليو، زي الاودي. في كمان السيارات الرياضيه اللي بتتميز بادائها القوي وتصميمها الديناميكي جدا، زي البورش، زي الفراري، لامبورجيني. السيارات بقى الكهربائية اللي بتتميز بكفاءة استهلاكها للوقود، في ناس بتحب يعني عشان برضو تكون ما تدفعش بقى وقود كتير ومش مستهلكة في الوقود، زي تسلا ونيسان ليف وهيونداي اونيك. طب خلينا بقى كمان نتكلم عن حاجة مهمة جدا، عن لفتة كده بسيطة عن أول ست ركبت عربية في مصر. هي مين؟ اسمها عباسية أحمد فرغلي. الست عباسية دي كانت في عهد الخديوي توفيق، لكن استطاعت إنها تحصل على رخصة قيادة في فرنسا سنة 1920. الست عباسية حصلت عليها في مصر كمان سنة 1928. هي أول سيدة مصرية بتحصل على رخصة قيادة سيارة، وهي بنت راجل أعمال شهير وشقيقة ملك القطب. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم، بس الست ما تفوقتش على الراجل في سواقة السيارة ولا حاجة، لكن انتشر قوي سواقة سيارات السيدات. ونتمنى ليكم السلامة، وبلاش تتنمروا على الستات من فضلكم يا رجالة. هوانم مع إيمي، بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة.